في دراسات بتقول ان الاي اي او الذكاء الاصطناعي هيجرد ناس كتيره جدا من شغلها، وده لو معناه حاجه يبقى معناه ان احنا لازم نبدا نتاقلم على التغيير ده، والا فعلا ممكن ننقرض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه الكتيب. فكره القناه بكل بساطه ان احنا بنقرا كتاب ونيجي نلخصه لكم. حلقتنا النهارده ملخص كتاب هو موفد ماي تشيز، او من الذي حرك قطعه الجبن الخاصه بيه، الكاتب الرائع دكتور سبنسر جونسون، اللي بيعلمنا فيه طريقة للتأقلم مع التغيير والتعايش معاه، وكل ده على شكل قصة. الكتاب فعلا عبارة عن قصة صغيرة كده بتوصل لنا الدرس ده، فركز معايا بقى وتعالوا نخش في الموضوع على طول. كتابنا بيبدأ بتجمع مجموعة من الصحاب كانوا مع بعض أيام الدراسة، وبعد سنين طويلة هم دلوقتي متجمعين، وكل واحد دلوقتي بيتكلم عن التغيرات اللي حصلت له في حياته. في منهم مثلا اللي انفصل من شغله عشان ما كانش بيتأقلم مع سوق العمل، في منهم برضو اللي توفى له شخص عزيز عليه دلوقتي هو مش عارف يعيش حياة عادية، في منهم اللي شركته عمالة تخسر فلوس كتيرة جدا، ده لأنه مش عارف يتأقلم مع ظروف السوق المتغيرة. واحد من المجموعة ديت بعد كده بيحكي لنا قصة تعلمنا ازاي نتعامل مع التغير ده. قصتنا بتبتدي في متاهة، والمتاهة فيها شوية محطات. المحطات ديت ممكن يكون فيها جبنة. في قصتنا ديت عندنا 4 شخصيات. عندنا فارين اسمهم سنيف وسكري، وشخصين تانيين صغيرين اسمهم هم وهاو. طبعا كل عنصر من العناصر ديت بيرمز لحاجة في حياتنا. المتاهة نفسها ترمز لحياتنا، والجبنة بترمز لأي حاجة أي حد ممكن يسعى لها. مثلا بالنسبة لطالب ممكن يكون بيسعى للمجموع اللي بيحلم بيه، بالنسبة لحد تاني مثلا ممكن يكون بيسعى لجسم كويس أو فلوس كتير. مثلا ال4 شخصيات باختلاف صفاتهم بيشتركوا في حاجة واحدة، وهي إنهم كل يوم بينزلوا الصبح يحضروا نفسهم ويلبسوا أحذية الجري وينزلوا في المتاهة يدوروا على الجبنة. وهنا أحذية الجري بترمز لمدى استعدادهم للسعي في الحياة دي. بما إن المتاهة ترمز للحياة، فالمتاهة فيها محطات ممكن تلاقي فيها الجبنة، وفيها برضو الزوايا اللي انت ممكن تتوه فيها، بس اللي بيلاقي الجبنة بيعيش حياة كريمة. المهم ال4 شخصيات بينزلوا الصبح المتاهة وبيوصلوا للمحطة سي، محطة بيلاقوا فيها جبنة كتير، وبيوصلوا للسعادة اللي هم كانوا بيحلموا بيها. الأيام بتجري، ومن هنا بيبدأ يظهر الفرق ما بين الفقرين والشخصين. الفقرين سنيف وسكري على نفس عادتهم كانوا بيصحوا الصبح بدري وينزلوا عشان يوصلوا للمحطة سي، بينما الشخصين هام وهاو خلاص بقوا ضامنين وجود الجبنة هناك، فبقوا بيتكاسلوا ويتأخروا شوية لأنهم كده كده ضامنين وجودها، وبيوصلوا لحالة من الغرور اللي تقنعهم إنهم يستحقوا الجبنة دي. حالة من الغرور نسيتهم أيام سعيهم لما كانوا بيصحوا الصبح بدري عشان يدوروا على الجبنة دي. حالة الغرور دي كمان خلتهم غافلين عن اللي كان بيحصل في الجبنة. الجبنة كل يوم كانت عمالة تقل في المحطة وهم مش واخدين بالهم. اما سنيف وسكري كانوا واخدين بالهم لده، وكانوا عاملين حسابهم ان في تغيير جاي. بعدها بفتره صغيره الجبنه اختفت في المحطه سي، واكيد بالنسبه لسنيف وسكري دي ما كانتش مفاجاه خالص. واول ما عرفوا كده خدوا بعضهم وطلعوا على المتاهه عشان يدوروا على محطه جديده. هيم وهاو بقى في الناحيه التانيه اتفاجئوا من ده، ودلوقتي بعد ما فقدوا حقهم من الجبنه حسوا بظلم شديد وقعدوا يلوموا اللي شال الجبنه رغم انهم ما يعرفوش مين. وفضلوا في المحطه شويه لعله عسى يلاقوا الجبنه تاني. بالمناسبه اسم هم واسم هاو جاي من التعبير الانجليزي هيمينج اند هاوينج، وده اللي معناه التردد او كثرة التحليل بدون اخذ خطوة. هم وهاو بيرجعوا بيتهم في نفس اليوم وهم عندهم نية يرجعوا نفس المحطة تاني اليوم اللي بعديه لعله عسى يلاقوا الجبنة. بس وهم ماشيين هاو بيكتب على الحيطة The more important your cheese is to you, the more you want to hold on to it. او يعني كل ما الجبنة الخاصة بيك تكون مهمة بالنسبة لك كل ما هتعوز تتمسك بيها. وده منطقي طبعا، كل ما تحس ان حاجة مهمة بالنسبة لك هيبقى صعب عليك جدا التغيير في الحاجة دي، وبالذات كمان بقى لو التغيير ده معناه انك تتخلى عنها تماما. مثلا عندنا الموظف اللي شغال في شركة اللي معترف ان الشركة بتأخر عليه فلوسه، بس هو حابب الوضع كده لانه اتعود على الشركه ديت، وبالنسبه له مش مشكله لو الفلوس اتاخرت شويه. في اليوم التاني هم وهاو بيرجعوا لنفس المحطه، وهاو بيقترح على هم اقتراح. بيبدا يقترح عليه انهم يدوروا على الجبنه في محطه جديده تماما في المتاهه، واقترح على هم كمان يبطل التحليل الكتير ده ويبدا يتحرك عشان يلاقي جبنه تانية. هم بيرفض تماما وبيقول له انه عايز يعرف مين اللي شال الجبنه من هنا، وبيقول له كمان انه عايز يقعد لعله عسى الجبنه ترجع تاني. بينما هم وهاو عمالين يتخانقوا، سنيف وسكيري كانوا ماشيين في المتاهه ولقوا المحطه ان اللي مش بس لقوا فيها جبنه، بل كمان لقوا جبنه بكميات اكبر، وكمان لقوا جبنه بانواع جديده. اكيد الفقرين سنيف وسكيري فرحوا قوي باللي هم وصلوا له ده
على عكس هيم وهاو اللي واحد مصر انه يقعد والتاني لسه متردد. هيم وهاو بيرجعوا يتخانقوا تاني وبيوصلوا ليه ان هيم هيقعد في المحطة سي يستنى ان الجبنة ترجع تاني، اما هاو قرر يسيب المحطة سي ويرجع للمتاهة تاني. هاو في طريقه للمتاهة بيسأل نفسه شوية أسئلة كده: ايه اللي هيحصل لو مفيش جبنة في المتاهة؟ ايه اللي هيحصل لو في فعلا بس انا ما لقيتهاش؟ بس رد على نفسه على طول وقال لها: هو احتمالية وجود الجبنة هتكون فين اكتر، في المحطة سي ولا في المتاهة؟ اكيد هتبقى في المتاهة. وخد طريقه في المتاهة على طول وبدأ يكتب الدروس اللي بيتعلمها ديت على الحيطة، وكل ما يتعلم درس في المتاهة يروح كاتبه على الحيطة، بيرسم قطعة جبنة على الحيطة ويكتب فيها: If you don't change you can become extinct. لو ما اتغيرتش ممكن تنقرض. وغالبا ده اللي هيحصل لهم وكان هيحصل لهاو لو ما خدش خطوة في التغيير ده. وهاو ماشي في المتاهة بعد كده بيفتكر الراحة اللي هو كان فيها وهو في المحطة سي، على الأقل هو ما كانش لوحده زي دلوقتي. وبيبدأ يسأل نفسه: هو أنا عملت القرار الصح؟ وبدأ يخاف، والخوف ده بدأ يسيطر عليه، وبدأ فعلا يفكر في الرجوع للمحطة سي تاني. بس وقف نفسه وكتب على الحيطة: What would you do if you weren't afraid؟ كنت هتعمل ايه لو ما كنتش خايف؟ كتير من الأوقات الخوف ده بيكون حاجة إيجابية، حاجة بتنفعنا، لأنه بيبعدنا عن المخاطر أو الحاجات اللي بتهدد حياتنا. الإنسان اللي بيخاف من الأسد مثلا. بس أحيان برضو بيكون الخوف الزيادة ملوش معنى، وكمان ساعات الخوف ده بيضر تقدمنا في الحياة. وده بالضبط اللي حصل لهاو. وعشان يحل المشكلة ديت سأل نفسه السؤال: هعمل ايه لو ما كنتش خايف؟ هاو بيكمل طريقه في المتاهة. ساعات كان بيشوف حتت جبنة صغيرة، وساعات كان بيتوه برضه فيها، بس بيصر انه هيكمل في المتاهة ديت لانه ما عندوش اي اختيار تاني. وبيبدأ يفتكر ايامه في المحطة سي، وبيفتكر ان الجبنة هناك ما خلصتش في يوم وليلة، بل كانت عمالة تقل تدريجيا، وكمان كانت بدأت تفسد بالفعل. بس غروره هو وهم اللي خلاهم عمي عن الحقائق ديت. وكتب على الحيطة: Smell the cheese often so you know when it is getting old، أو تفقد الجبنة من وقت لآخر عشان تعرف هي هتفسد امتى. صاحبنا اللي شغال في شركة بتأخر عليه فلوسه ما ينفعش ينصدم خالص لو في يوم من الأيام صحى على خبر إن الشركة بتاعته فلست وإنها مش هتعرف تديله فلوسه. كان أولى إن أول ما الشركة ديت تبدأ تأخر عليه فلوسه يبدأ يدور على بدايل تانية في السوق. هاو بيكمل طريقه في المتاهة وبيلاقي قطعة جبنة صغيرة، بس الفكرة إنها مختلفة عن أي جبنة هو دقها قبل كده، جبنة من نوع جديد. وبيكتب على الحيطة: Movement in a new direction helps you find new cheese. التحرك في اتجاه جديد بيساعدك توصل لنوع جديد من الجبنة. وكذلك الحياة، السعي للوصول للهدف بطرق مختلفة هيوصلك لنتائج جديدة ومختلفة في حياتك. مثلا نرجع للشركة اللي فلست. الموظف اللي كان شغال فيها قرر انه ما يشتغلش في شركة جديدة، بل قرر انه يبدأ بيزنس بنفسه. رغم صعوبة القرار ده وان فتح شركة امر صعب جدا مختلف تماما عن كونك موظف، بس ده هيوصلك لنتائج ونجاح مختلف تماما. هاو بيكتب بعد كده: The quicker you let go of all the cheese the sooner you find new ones. كل ما تتخلى عن الجبنة القديمة أسرع كل ما هتوصل لجبنة جديدة بشكل أسرع. مثلا صاحبنا ده لو كان ساب الشركة القديمة بدري كان هيوصل للنجاح في شركته أسرع. وهاو كان حاسس بكده برضه، كان حاسس إنه لو كان ابتدى رحلته بدري كان هيلاقي الجبنة بدري شوية، وبالذات لأنه دلوقتي مش في أحسن حال، دلوقتي بدأ يفقد طاقته. وكتب بعد كده على الحيطة: Old beliefs don't lead to new cheese، أو الاعتقادات القديمة لا تؤدي إلى جبنة جديدة. صاحبنا هاو بدأ يفهم إن التغيير أمر محتوم، وإن التركيز مع كمية الجبنة هيهيئك للاستعداد للتغيير ده. وكل ما تقبل التغيير ده وتتغير انت معاه بدري هتوصل لجبنة جديدة بدري. وعرف كمان ان بحثه عن جبنة في المتاهة احسن بكتير جدا من حاله في المحطة سي لما ما كانش معاه جبنة خالص. صاحبنا هاو بيكمل طريقه في المتاهة بعد ما اتعلم الدروس دي كلها، وبيوصل للمحطة ان اللي مش بس بيلاقي فيها جبنة كتيرة بأنواع جديدة، ده كمان بيلاقي سنيف وسكري اللي هما الفقرين اللي اتحركوا من المحطة سي بدري، بيرحبوا بيه واكيد بيحيوه على الوصول. هاو بيبدأ ياكل من الجبنة، وهو بياكل بيسمع صوت في المتاهة وبيسأل نفسه اذا كان الصوت ده صوت هم، وهل فعلا بدأ يتغير ولا هيفضل زي ما هو بس. وبكده نكون لخصنا كتاب من حرك قطعة الجبن الخاصة بيه. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتك، ولو عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لان ده فعلا بيساعدني. وقولي في الكومنتات كده انت شايف نفسك مين من شخصيات القصة دي. وبس كده، سلام.